750 غرام تاع البلبوله يعني تاع الشعير، وكيديروا بها كسكس متكون من الخضر، لهذا سميت بكسكس. وملي جاو العرب حافظوا على هذه كلمه كسكس. هذا يدل على ان الكسكس هو مغربي 200%، ماشي غير 100%، 200%. مثلا حاليا حتى في الامازيغ يقولوا كسكس. لا، ايوا باش يقولوا كسكسو هكا. كسكسو، فوالا كسكسو راه جوج خطرات كيقولها كسكسو. كسكس هذيك كسكس جوج خطرات يعني 750 غرام زائد 750 غرام، وكان كيخدموه غير بالخضر من غير لحم. لا، لا بيض مالك لا والو. الطعام بصفة عامة يقولوا الطعام الكل، اه يعني الكل، ايوا، الكسكس، كان كيتكون غير بالخضر. الطاجين. وكان في الصحن، عرفتي علاش الصحن تاع الكسكس اللي كتحط فيه القصريه هذه اه، دائريه وليست مربعه ولا مثلثه ولا ريكتونغولار ولا كيفاش يقولها بالعربيه كنا نتكلموا في ريكتونغولار يعني. السياسة يا ADN، تقول الناس يديركم في الفتنة أشد من القول، لكن كل واحد هو في الحقيقة رانا نعيش في الفتنة يا أخي، رانا فقط نناقش الأمور، يعني سبب الفتنة، ويعني هي أصلا الفتنة راها على الأرض الواقع يا أخي، احنا نشوفوا سبب الفتنة، هذا هو. قلبنا من هذا الموضوع السياسي، قلبنا الكسكس، انت تقول تاني قلبتوا موضوع الكسكس. واش حبيتينا نديروا اخي العزيز؟ نديروا روتين اليومي هذاك نتكلموا على هذاك بحال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذاك ما عمره يرضى، كيما ما جبتي ما عمره يرضى عليك. اه دائما نقلبوها منفر. كوميديا وقلت لك خويا، عاد نديروا نكمل لك. كوميديا. السلام عليكم. بغيت و... نكمل لك الكلام. وشوف ايوه، هذاك الصحن تاع اييه الكسكس اييه، كان مرحبا، دائري. تفضل. واحد دقيقه اخويا. واحد هذاك الكسكس اللي كان يتوضع فيه الكسكس دائري. علاش ماشي علاش هو دائري وليس بمربع ولا مثلث ولا ريكتونغولار؟ لان الكسكس كان كيدور على مدار الفصول والخضر التي تجري في الفصول. ملي كيجي وقت الدنجال كيديروا الكسكس بالدنجال وخيزوا شي حاجه اخرى. ملي كيجي وقت اللفت كيديروا الكسكس باللفت، كيزيدوا عليه اللفت. يعني كيدور، هذا هو دائري، كيدور على مدار كدوران الكره الارضيه، كيدور على مدار الفصول السنه والخضر التي تاتي في كل فصل من الفصول السنه. لهذا سمي بالكسكس. صحنه دائري وليس بمثلث مثلا ولا مربع ولا ريكتونغولار. هذا غير يعني بين قوسين باش حتى ما طلعش من قبل، باش نكمل لك الكلام الصحيح اللي قلتي على الكسكس. لهذا هذا يدل دلاله قاطعه على ان الكسكس يعني مغربي 100%. 100% قبل ما يكون لا تونسي ولا جزائري ولا من بعد راه تشهر في فرنسا. داك فرنسا عندهم البلا الاول اللي كيتكال بزاف في فرنسا هو الكسكس، يعني اكثر من لي بات واكثر من اي ماكل واحد والفخوماج وكل شيء. الكسكس هو الاكله الشهيره في فرنسا. وفي اللغه الفرنسيه نكملها في هذا وهذه نختمها. اللغه الفرنسيه عندهم دي كوسكوس كتتكون، هما كيقولوا بالفرنسيه كوسكوس. قال لك دي كوسكوس لان فيها كوسكوس، يعني ملي كتشد الاصبع نتاعك وكتبقى تفرق هذيك الحبات الكسكس بيدك باش كتفرقهم، يعني كدير على اليمين وعلى الشمال، دير يديك بجوجه، دير 4 اصبع كدير على اليمين وعلى الشمال. هذاك لو جيست، هذاك الحركه التي تعمله على اليمين تسمى بكوس على اليمين وكوس على اليسار. كوس على اليمين كوس على اليسار، لهذا بالفرنسيه كتسمى كوسكوس اوسي. صحيح، بارك وشكرا. الله فيك، هذه معلومة جديدة تاني. زيد واش تاني؟ محمد اهلين وسهلين. ها والو استاذ محمد، ما عندكش لا كونيكسيون. والو استاذي، ما عندكش لا كونيكسيون، ما عندكش لا كونيكسيون. ها ما كتسمعني؟ لا والو والله، الصوت يتقطع. انا نزلت. ها شكرا. لا، كمل رانا نسمعوا فيك دابا، كمل. اييه، يعني كيك الكسكس هذا موضوع زوين، هذا اللي سميتو. واظن ان ما قدروش نفرقوا بين المغرب العربي كاع عامه، لان كان واحد الوقت في التاريخ كانوا دوك القبائل ما كاينش الحدود. انا نقدر نفرق، يعني انا نقدر نفرق بين الكسكس المغربي والجزائري. قول لي كيف نفرق بين الكسكس المغربي والجزائري. لا، هما الجزائريين حتى في الجزائر ان راه كاين مطاعم مغربيه اللي كدير الكسكس مغربي، يعني راه متقبلين هذيك المسائل، معروف يعني ماشي. لانه حتى لقى كاين
القبائل اللي مشات من المغرب اللي كان حيت ما كان الناس كيمشيو سيمو هذه هي. كيهاجروا انا نشوف القصعه فيها بزاف نتاع انواع الخضار، انا عارفها مغربيه. نشوف القصعه فيها شويه تاع حمص واغلبيه سكسو وواحد فخر تاع دجاج بيض، هذا نعرفو جزائري. كما قال الاخ كتمشي على حساب الموسم وعلى الخضار وعلى حساب هذاك الشيء كاين كما قال هذاك الأخ، وعلى حساب البيئه فين انت. يعني الكسكس دابا ديال التافيلات ماشي بحال الكسكس ديال زايان ولا ديال زعير ولا ديال، على حساب داك الخليط ديال الخضار كيتحط. كاين الكسكس بالتفايه، كسكس وحدين يديروا فيه البطاطا وحدين ما كيديروش البطاطا بالكسكس. كاينين على حساب القبائل وعلى حساب واش في الجبل واش على حساب الخضر اللي كتنتج هذيك المنطقه. ويمكن ان الاخوان في الجزائر ما عندهمش ما كاينش بعض مالك يعني يا مالك زينه، طلعي يا اختي، عطينا بعض المواصفات وعطينا بعض المقادير يرحم والديك. شكرا محمد الخبير، شكرا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم سي ابراهيم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام سيدتي. اخبارك؟ والله الحمد لله، شكرا لك. يسلمك الحمد لله. الصوت راكم تسمعوا مليح خوتي، تسمعوا مليح الصوت. الله يفاتك. نعم كتسمعوني؟ كتسمعني؟ نسمعوا فيك. نعم تفضلي. كتسمعني؟ اييه. قلت لك سبب الفتنه بين الجزائر والمغرب. اييه. هي الفتنه كانت من زمان، من عهد بوخربو والقدام. ايوا. دابا اللي فيقوها قال لك سيدي السي تبون والسي الشنحريقه. الشنحريقه راه كيتشوى باش قال لك بغى يمسح المغرب، بغى يحيد المغرب من الخريطه. ايوا داكشي اللي بغى يوصل ليه راه ما وصلش ليه. دابا ولينا كنشوفوا سيدي ابراهيم، كنشوفوا هاد المرتزقه هادو اللي قواهم وشبعوا ليهم بطونهم وشهم ضايعين في العالم يتسكحوا. هما شبعوا دابا ولاو تما قالك تيطلعوا في لي لايف وتيعرفوا يهضروا وتيدافعوا، وهما راه ما عندهم لا نقه ولا جمال لا لهاد المرتزقه ديال اللي مجموعه من كل شرق وغرب، جايبينهم من تشاد، جايبينهم من القاهره، جايبينهم ولاو تيعرفوا يهضروا وشبعوا فلوس وشبعوا التكساب. نجاوبك اخي تفضل. وباقي حتى الهضره ما كيعرفوش، ما يعرفوش حتى اللغه العربيه ما يعرفوش يهضروا بها. اش بان لك في هذا الشيء؟ هذه ماشي ظلم واعتداء على الجاره، على هذا اللي كيقولوا ليها المغرب. هذا الشيء راه منكر هذا. والحمد لله والشكر لله حنا وقفنا عند حدهم، واخا يضلوا ما عرفت شنو وقع وشنو يطير في النزل. راه نظام الكفرانات هو السبب الفتنه. صحيح. كانت نائمه الفتنه فعلا، السرقه عيني عيني. سمعتها السي ابراهيم؟ معاك نعم. بغاو يسرقونا باقي حيين فايقين. يلا واش رايكم خوتي الجزائريين؟ طلبوا الكيس، طلبوا الكيس. يلا طلبوا الكيس اسيدي، نعاقبوا على النجمه المغربيه. يلا على الكلام اللي قالت. يلا طلبوا الكيس اللي جزائري، بعث الكيس ويخلي التعليق ويقول لك انا جزائري. يلا. لا مرحبا، انا كاينه معاك. واخا زيد كملي يا استاذه كملي. هما سبب الفتنه. هما سبب الفتنه هو النظام الجزائري اللي كاين. والشعب دابا انا كنشوف الشعب الجزائري مسكين في غيبوبه تامه. ربي يهديك تقول الكلام هذا. وفيقوا الناس وفيقوا الشعب. ربي يهديك تقول الكلام هذا يا اخي. هذا الكلام كله راك تقول كاذب وفي كاذب وما منوش اخي حتى على الواقع. راكم محتاجين، راكم مقهورين مضطهدين، راه دايرين لكم لعبه شادين فيها كيتسلاو بكم. نظامكم كيتسلى بكم. اسمعني، نظامكم كيتسلى بكم. علاش؟ دار لكم عظم، حط لكم عظم كتكدوا فيه بان المغرب وهما جالسين كيربيو في ولادهم، اموالهم خارجه لبرا وعايشين ولادهم اخر اللبس واخر الطوموبيلات واخر الفنادق واخر الدول كيتسركلوا فيها، وعطينا حنايا الحمد لله ما نقصوش. السلام عليكم. وعليكم السلام. المغرب نفس حراقو. شكرا نجمه. باقي ما كملتش السي ابراهيم. ياه واخا كملي يلا. لا باقي ما كملتش، خليني الله يرضي عليك. شوف الفتنه والمسمار والحجره جاتها على راس بوخربه، راه هي فوق قبرو راه كتنحر فيه، وحنا ما نسمحوش
في حقنا وحنا ما سامحينش. سكتي. ماشي هذا الدنيا. نجمت هنا غنخرجوها لهم حسابا امام الله. يا هنا وطني، دقيقة تكمل السيدة. يا هنا وطني، دقيقة تكمل السيدة، عندك الوقت. خليني نهضر. واخ خليني نهضر من فضلك وهضري. انا ما كندويش معاك، كندوي مع السي ابراهيم. الناس كتسمع شهادات، خليك محترمه. تصور انت لدرجه انا السيد اقرب العائله مني، عرفتي شواو قطعوا لي ضفرانو وهو حي، نتفوا لي شعرو، عرفتي حرقوه ظهره محروق، عرفتي مسكين. عرفتي شنو من هذوك اللي سرقوهم من صحراءنا وداوهم للبوليزاريو كيشويهم حيين السي ابراهيم. هادو غتسمح لهم في الدنيا والاخره. صحيح. راهما كيتعذبوا في الدنيا كنشوفوا فيهم. هما تما قال لك ولاو بنادم، ولاو كيطلعوا في لي لايف، ولاو كيتعلموا يهضروا، وكرشهم شبعانه بالحرام. بوليزاريو خان زفر دم خنازير. اسمح لي راه حيت انا محروقه مقتوله. انا كنعرف السيد كله مشوي، جا المغرب جا باش كيتعالج. هذه انواع والاشكال التعذيب يعني اللي ما يقومش بها صهيون يقوموا بها المرتزقه في تندو. صح. سي ابراهيم اقسم لك بالله كنت سمعوا. خاصو كيفاش نجيب لك الصوت ديالو، كيفاش يجي عندك ويسمع. خاصو يدور على القنوات، راه كيطلع في القنوات، باقي ما وصلش عندك انت. خاصك تشوفوا كيفاش كيعاني وشكله. صوته صوره كتشوفوا. السيد باقا فيه مرض نفسي. شنو ذنبو؟ سرقوه من دوك المختطفين ديال هذا 20 ولا 15% من المغاربه الاحرار مساكن. هاكا كيشويهم. قال لك تيقطعوا لينا هكا الضفر تيتحيد من اللحم حي باللقاط. والله عرفتي العذاب الاليم، كارثه العذاب الاليم والجوع. حاشاك سمعتوا عرفتي السي ابراهيم الماكله اللي كيعطيوه الماكله ديال الدجاج. السكاليم ديال الدجاج كيعيشوا به المسجونين المضطهدين المساكن اللي مخطوفين المغاربه المسجونين. هاد القهر كيقول لك اسرائيل راه فيها الرحمه عليكم نتوما يا الخونه يا القتله يا الظلمه. اش عندكم من وجه باش تهضروا؟ انا بالدليل كنهضر لك وغادي. شكرا لك. غادي نجيب لك صوت وصوره ان شاء الله. شكرا. مع السلامه. شكرا هنا وطني. مرحبا بك، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مغربيه جزائريه. وعلاش هربت؟ لا خلصات كملات. انا خليتيها. انت مغربيه ولا جزائريه يا عاش عمي تبون؟ قولي مرحبا بك. عاش عمي شنقريحه. عاش مرحبا بك. الله يطول في عمر عمي تبون. امين يا رب العالمين. امين يا ربي. والعهده ثالثه ورابعه وخامسه وسادسه والسابعه حتى يزداد الفقر على الفقر والسوء على السوء. ان شاء الله. زيد ابراهيم خليني نهضر. تفضلي. مرحبا بك. وعرفينا واش انت مغربيه ولا جزائريه، لان حتى المغاربه اصبحوا يقولوا عاش عمي تبون لان يحبوه بزاف. انا مغربيه وكنبغي عمي تبون وكنبغي عمي شنقريحه. ما تقدرش تقول لي علاش الا من حقك. صح ولا لا؟ صح من حقك. كل واحد وعلاش كيطيح هواه. الكوميدي المفضل عند المغاربه هو عمي تبون. انا عرفت. لا يا ابراهيم لا. الله يطول في عمي تبون. الله يطول له العمر. قول امين. انا ندعي وانت قول امين. العهده الثالثه والرابعه والخامسه وعاش عمي شنقريحه. واش السبب؟ واش السبب اللي خلاك انك يعني تفضلي هاد الاشخاص هادو؟ انا كنبغي تبون. انا كنبغي بلا تبون ما نقدرش نعيش. تصور ابراهيم دابا هي خمم مع راسك. مني تنزلني خمم مع راسك. وكما كانش عمي تبون مثال، لو ما في كما كانش عمي تبون واش عاد غادي تكون هاد الكم الهائل ديال اللايفات؟ هادي عندك صح ولا لا؟ واصلا انا واش نجي نفتح اللايف عندك؟
انت غادي وانت بس اصلا انت واش غادي تصيب علاش تفتح اللايف عندك والله وزيد كلامك وزيد صحيح صحيح. اللي كاين. يعني شوف انا بسبب عمي شنقريحه وتبون وافعال نتاعهم اللي خلاتني يا سيدي نفتح اللايف يوميا ونتكلم على هذا المأساة وهذه الظروف. عندك الصح يا استاذي يا استاذتي، لانه لو كانت الامور بخير وعلى خير ما كنتش نفتح في اللايف، ما كنتش ندير هذا الجمهور ما شاء الله، هذا المتابعين اعزاء، ما كنتش يعني يكون عندي واحد المحبين في هذه السوشيال ميديا. ولكن بفضل عمي شنقريحه وبفضل عمي تبون راني الحمد لله عندي واحد الناس يحبوني في هذه السوشيال ميديا. كملي يا هنا وطني، كلامك معقول ويعجبني. ومني جا عمي تبون الله يطول له في العمر، امين. جا كل خير، ها جا وجاب معاه الخير، جاب معاه الخير حل البحر الابيض المتوسط مليون متر مكعب في النهار. سهل على الحراق انهم يوصلوا لاوروبا على الرجل. ما نحبش شي واحد يطلع ويهضر في تبون، اللي يهضر في تبون طلعني. عندك الصح. ذكرتي واحد الشهر كان البحر تراجع في بعض المناطق في العالم، حتى هنا في المغرب تراجع. وهو كيعطي كل شيء فابور، كل شيء باطل في الجزائر. واش بغى هذا الشعب الجزائري من عمي تبون يدير له؟ واش يعني الدواء باطل، الديور باطل، المعيشه باطل، هذيك المنحه الجزائري غير ينعس. المنحه هذيك هنا في المغرب ما تدخلك حتى الحمام. زيد يا استاذه زيد. كيفاش شكون اللي كيكره عمي تبون على هذا الشيء الا ناكر الخير؟ خليني يا استاذ هذا ندوز لك، نعطيني مع الطياب. شنو كنتو كتهضروا على الكسكسو؟ كنا نتكلموا على فرق بين الكسكسو المغربي والجزائري. فرق كبير. ها اعطينا النصيحه، اعطينا في دينا يا استاذه. واش نقول لك على الكسكسو المغربي ولا على الكسكسو الجزائري؟ شوف قول لنا اصلا الكسكسو تاع الجزائر ولا تاع المغرب، وبعد ذلك دخل فسرينا فرق بين الكسكسو المغربي والجزائري، فرق بيناتهم. الكسكسو المغربي معروف، غير شوف الكسكسو المغربي تحطو في مليون كسكسو تشير عليه بانه مغربي. زيد. وتاع الجزائر الجزائر بيض، الماء ماشي مع الطراف. لا انا نقول لك، انا شوف وجهه نظري. يقول هو في الحقيقه الكسكسو تاع الجزائر خير تاع من المغرب. قول لي علاه. لان الكسكسو تاع المغرب معقد شيئا ما، معقد يعني لازمك تكون عندك الفوارم بزاف، ولازمك تكون عندك لازمك يعني يطلب بزاف نتاع الامور اللي كيتحضر الكسكسو المغربي. اما تاع الجزائر لا، ما يطلبش الامور هذه، خفيف ظريف. يعني انك تحط سيدي شويه تاع الكسكسو ودير شويه تاع واحد الفخط تاع الدجاج، وجيب لك شويه تاع انت حضرت الكسكسو يعني في ظرف دقائق معدوده. اما تاع المغرب صعيب. انا ابراهيم نتايا كتبغي عمي تبون؟ ودي واش راح نقول لك. هو الا جيتي من المنطقه قال لك العنب عندي على الشارع تاع وزنقه تاع عمي حسين، ما راح تلقى واحد الرزمه تاع العنب جرم بابا الحلوف سيبه فوق الكسكسو. احنا حضرنا كسكسو سيدي فالحين في رمش العين. شوف انا الجزائري هو صراحه انا يا استاذتي شوف الا حبيتي كلام المنطق على هذا الكلام اللي قلتي تاع واش تحب عمي تبون، انا كل اللي يسبب في الفتنه والمشاكل ولو يكون حتى الاب اللي ولدني يسبب في المشاكل نكرهه ما نحبوش. يكون الاب نتاع اللي ولدني يا الوالد. الا انت راك تسمع في اللايف وتحب دير المشاكل والفتنه راني ما نحبش، نكرهك من الاخر. شكون اللي باغي يدير الفتنه؟ انت يعني كتعني عمي تبون داير الفتنه؟ هو انت واش رايك يا استاذه؟ عمي تبون ما داير لا فتنه لا والو. لا الامور اللي يقوم بها واش رايك فيها؟ ما داير حتى فتنه.
عمي تبون كيبغي الجار، عمي تبون مخلص للجار. وعلاه مسمي هوك؟ علاه مسمي جارو هوك؟ هي ما كيقدرش لسانو مع قرطيط، ما كيكملش داك عجباتني هاد قرطيط، اول مره نسمع بقرطيط. واش معنيه قرطيط؟ قرطيط تبع بحال كادر ترونتيان اللي لسانو قرطيط، مني يهضر تصنت كيفاش كيهضر، ما لسانو قرطيط مبلوز. لا يعني بحال اللي قاسمين هلو. اسمع يعني الار كيديرها غير ولا كيدورها سيدي عبد الباقي وكيقرود هذه الراء كيقرودها كيقروطها. واه قرطيط يعني لسانو مقرود. يعني عمي تبون شنو طالبين منه؟ راجل زعما راجل مناسب للشعب المناسب. صحيح، عندك الصح. ولين فريد يعني عمي تبون يا اختي، شي عمي تبون يعني عمي تبون تنطبق على بالنسبه لنا احنا المغاربه تنطبق عليه الايه القرانيه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو مزيان لينا، هو مزيان لينا وما خصناش نكرهوا هذا الشيء لينا، هو مزيان. ومن 2019 ملي جا عمي تبون اللي ربح المغرب دبلوماسيا واقتصاديا وسمعه ما ربحهاش من 2009 حتى 2019، ما عمره ربحها المغرب. ملي جا تبون في ظرف 4 سنين ربحنا دبلوماسيا واقتصاديا وشهرة ورياضيا وتاريخيا وكل شيء ربحنا اكثر من اللي جا عمي تبون. يعني مصائب قوم عند قوم فوائد. انت يا راك تبون كيبقى محبوب المغاربه. انا بغيتو يبقى لانه هو اللي غادي يخلي الجزائريين ما ربحنا والو. خلي عمي تبون، هو اللي غادي يصف هاد الجزائر وغادي يبقى يعاون في البوليزاريو حتى يبقى عندهم غير الجلد فوق العظم، وهذا ما اتمناه للجزائريين. خلي انت يا راني عارفك كيفاش كتهضر. هاد الهضره راني فاهمه السياسه ديالك. مسموم والو. عمي تبون هو الرئيس الجزائر، نرفع له القبعه. كيصدق كيعطي من اكبر العطايين، كيعطي الجنوب الصحراء عطاهم، كيعطي لتونس اكبر عطاي، كيعطي فاللي بغى شي حاجه كيعطيها له. معاه هو اكبر عطاي كيعطي لهم يعني، وكيساعد الشعوب المستضعفه. وعلاش ما عطى الغاز؟ علاش ما عطاه الغاز للمغرب اللي جارو؟ من المفروض انه يعطي. ايوا هذاك عنده مع شويه ديال الحيتيات هكذا. ابراهيم واسكت انت. كيعطي لاسرائيل. عمي تبون اكبر عطاي، كيعطي بزاف. يعني ما كيلاخرش من العطايا زعما. كيعطي بشكل رهيب. هو خليه لك الله يخليه عمي تبون. الله يخليه لا يطول له في العمر. غير هذه قبل ما نهود. واخا واللي كيكره عمي تبون يبات يموت يخبش. هذه دعوه مليحه. واخا شكرا لك. يخبش. لا ان شاء الله كل الحمد لله راه يحب عمي تبون. كلشي مغاربه وجزائريين في جوج يحبوا عمي تبون. شكرا لك. راح يردك شي ثاني تعطيه. راح يعطيك ان شاء الله. راح يعطيك وتولي ثاني تعطيك. معليش انت قلت هو يعطي يعطيك ما تولي تعطي ان شاء الله. تولي تعطي. لا انا ما عندي والو. عمي تبون كيعطي. شكرا. معليش. شكرا نورتني. شكرا لك. والله جاده تحكي الحكايات هذو اخويا. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش بك انت؟ هي وحده من المحبين. الحمد لله هي وحده من المحبين تاع عمي. واش بك؟ محبين. انا ما قلت ان شاء الله هو يعطيك ما تولي تعطي. هو يعطيك ان شاء الله. هذيك ما تولي تعطي ان شاء الله. وش راح نقول لها؟ ما قلت راح نقول لها. المهم والله يا خويا سي اللي تحتنا ان شاء الله قال لك المغرب فاز دبلوماسيا ملي جا وكذا.
والله شوف انا لما بوريطه وعمر عيد يخرج يقول لك الملف الصحراء بيد الجزائر، يعني ما وعنده صح، يعني مالك انت كذبت تكتبها عنده هذه. صح، كاينه منها عنده صح. ايه واش بيك؟ وكيفاش ما لا الامريكان لا فرنسا لا الالمان لا الانجليز لا حتى واحد راح لا، القضيه هذه غير في يدنا حنا. لا، الجزائر هي في يد عبد السبب الفتاح. هذه المعركة، الجزائر هي السبب المعركة، وهي عندها اليد في القضية هذه الصراحة أخي العزيز. لأن نقول لك علاش. شوف أنا نعطيك دليل أخي العزيز. لأن في كل منابر تلقى الجزائر هي اللي تتكلم على ما يسمى بالصحراء الغربية. تلقى سيدي في كل امور تلقى الجزائر هي اللي تستغل الفرصه، سواء منبر رياضي او سياسي او كذا وكذا، دائما يهتموا بالامور. حتى في التيك توك يا اخوتي الجزائريين هم اللي يطلعوا يتكلموا على ما يسمى الصحراء الغربيه والبوليزاريو. هنا ما تلقاش بوليزاريو نفسه يعني ما تلقاش اشخاص من البوليزاريو يكلمونا او يناقشونا هذا الموضوع في اللايفات. ونفس الشيء ما تلقاش بوليزاريو هو اللي يتكلم في امور في المنابر، او تلقى بوليزاريو راهو يعني يقوم بامور يعني تعني انه يتمنى او انه يحصل على الارض نتاعو او كذا وكذا. فالجزائريين هم اللي في الواجهه. لا دوك حنا مدايرين شوف حنا دوك مدايرين غير ياكلوا ويشربوا ويرقدوا نعطيهم الصوارد وقاعدين ما يخصهم شيء. اذا الجزائريين اللي في الواجهه. اذا بوريطه ما كذبش. حنا ما عندهم ما كذب. دركا سما هنا نعرف بلي المغرب خفق دبلوماسيا، ما قدرش. لازم قال لك الجزائر هي اللي تفك لنا المشكل هذا، لازم هي اللي تفك. ما عندها حتى واحد لا يفك لنا المشكل غير هي. ولا ان الجزائر واش نقول لك انا سبب الفتنه كما كتبت ان شاء الله ما هو سبب الفتنه وكذا. هاك تعرف التيك توكيين هذو اللي يطلعوا يعني وما عندهمش حوار، يعني كيما نقولوا احنا حوار بناء اللي تقدر تستفيد منه ورجع العلاقات، يعني كما يقولوها، خاصة بين الشعبين نتكلموا، ما نتكلموش على الدبلوماسية ولا النظامين بعد علينا. حنا نتكلموا يعني ككلام مقاهي، اعتبروا مقاهي ولا اعتبروا شوارع ولا اعتبروا كيما تحب. نتمنوا ان شاء الله، والله نتمنوا ان شاء الله خويا ابراهيم ان شاء الله يسقم الاحوال. امين. فهمتني؟ نعم. وتتعدل الاحوال ان شاء الله وترجع الايامات كما كانت ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى واللي ان شاء الله ولكن بيني وبينك يا عبد المالك، بيني وبينك يا اخي والله كل ما حد الجزائر تخلت على حاجه اسمها بوليزاريو وتعطي الوقت للشعب الجزائري وتعطي الوقت للعلاقه المغربيه الجزائريه، والله مستحيل انها تنتهي الفتنه هذه صراحه. تنتهي شوف هي انتهت مستحيل تنتهي. لان قضيه تاع بوليزاريو الجزائر حطتها هنا، هذه صراحه. كاينه ما نكذبش عليك، كاينه دبلوماسيه سياسيه عسكريه كلها، ما نكذب عليك ما والو، حقيقه غادي نشوفوا فيها قدامنا. نخليو اخي المغربي، نخليو اخي لافيريتي. شكرا على المساحه ابراهيم خويا، وخليك معنا. وين رايح مزروق ولا والله راه نصلي العشاء ابراهيم اخويا، الله يتقبل. يلا ارجع من بعد ارجع اخويا يعطيك 2 دقائق. خلي 2 دقائق. معليش روح تفضل. ما تخافش سوف والله ماني خايف، ما نقولوا على هو نخاف. لا سوف اكون بك رحيما، لا تخاف. تفضل اخي تفضل وما تقطعنيش. شوف راك خليتها انت خرطت وخليتك ما نخليش معليش. نقول لك خرطت معليش. لا نحترموا بعضنا يا لافيريتي يرحم والديك، نحترموا بعضنا. شوف روسيا الان تسيطر على نصف اوكرانيا وتناقش الامر مع الناتو، لان الناتو تساعد اوكرانيا. وروسيا هل تظن انها سوف تتراجع عن نصف اوكرانيا؟ والله العظيم لا. بوتين كيقول لي انا سيطرت على نصف اوكرانيا ولن اتراجع ابدا، وراني نحب نناقش معكم لان انتم اللي كتساعدوا اوكرانيا. كذلك نحن مسيطرين على الصحراء. اسمعني مليح، حنا مسيطرين على الصحراء وفيها، وناكلوا ترابها ونشربوا ماءها وناكلوا حوتها وناكلوا البترول ديالها والغاز تاعها والفوسفات نتاعها الخضريات، ونوكلوا موالين الصحراء نطلعوا دراهم. غير كنناقشوا معكم نتوما لان انتم اللي كتخسروا دراهمكم كما الناتو كيخسر دراهمه على اوكرانيا مشات لها النص. كذلك انتم كتخسروا دراهمكم على البوليزاريو، والبوليزاريو عندكم يعني موكلينه مشربينه ومطعمينه من دراهمكم، يعني كتنقصوا الحليب من عندكم وكتعطيوه هو.
انا ما عمرني شفت البوليزاريو دايرين السيرفيس دايرين الطابور على الحليب ولا على الغاز، جامي شفتها. نعم. باركون في الجزائر، في وهران، في الجي، في مسغانم، في الجزائر كلها شفت. ما عمرني شفت في البوليزاريو عندهم الملاريا والديفتيريا. باركون في البوليزاريو